النهارده اليوم العاشر، تم شويه بتقليب الفرش. بطن الفرخه عامله ازاي؟ علاج الكوكسيديا اللي معايا ده. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اتكلمنا عن استقبال الفراخ بتاعتنا فتره التحضير، العشر ايام الاولانيين اللي هم اهم حاجه بالنسبه للفراخ. هي الفترة الأهم في تربية الفراخ كلها، والفترة الأهم في دورة تربية الفراخ معانا هم العشر أيام الأولانيين اللي بيتعب فيهم المربي بشكل كبير. لازم المربي يهتم بفراخه دايما على قد ما يقدر في العشر ايام دول، يظبط معاه التهويات بالنهار وبالليل، يظبط معاه الدفا، يظبط الفرشه، يهتم بالكلام ده كله مع نظام العلاجات اللي احنا اتكلمنا فيه. بدايه من العشر ايام اللي احنا فيهم النهارده اليوم العاشر، بدايه العشر ايام التانيين ان شاء الله في دوره الفراخ بتاعتنا. العشر ايام دول ان شاء الله هنمشي برضو بنظام معين في العلاجات، هنقول على العلاجات اللي احنا بنمشي بيها ايه. ونظام التربية طبعا بيبتدي يختلف، لان كل ما الطير بيكبر معاك كل ما انت بتهتم بدرجات الحرارة وبتهتم بالتهويات بتاعتك بشكل مختلف. يعني درجات الحرارة الأسبوع الأولاني قلنا 34 35، حاليا درجة الحرارة إحنا محتاجينها يكون متوسطها 30. تمام. الأسبوع الثاني درجة الحرارة في المتوسط تكون عاملة يا جماعة 30، ولو أقل درجة 2 مفيش أي مشكلة. زي ما أنتم شايفين درجة الحرارة هنا عاملة 29 أهي، والفراخ بتلعب طول النهار، ما عندناش أي مشكلة إن شاء الله. اللمبات مرفوعة، الدفا بتاعك تمام، مفيش عندك مشاكل بإذن الله. طبعا لما بتيجي بالليل لو حسيت ان درجة حرارة الجو في المكان هتنزل معاك بالليل، هتبتدي ان انت تعلي الدفع بتاعك، انك بتزود لمبات او بتسقط اللمبات شوية عشان تدفي الفراخ بتاعتنا معانا، فما يبقاش عندنا مشكلة بإذن الله خلاص في التربية. بالنسبة بقى للفرشة، هنبتدي ان احنا في العشر ايام التانيين بقى نهتم شوية بتقليب الفرشة. زي ما انتم شايفين هتلاقي ان الفراخ بتاعتنا بدأت ما شاء الله تزيد معانا في الاوزان. يعني الفرخة هتلاقي متوسطه دلوقتي 200 جرام، ربع كيلو. هتلاقي ان الاخراجات برضو بتاعت الفراخ بدأت تبان على وش الفرش. وزي ما قلنا احنا عاملين الفرشة بتاعتنا ارتفاعها 10 سنتي عشان تشرب الرطوبة. فانت لو حبيت ان انت تقفل وتدفي زي ما احنا عاملين كده، فرخ ما الحته ما تعرقش منك، الفرخ ما يبص. لو الفرشه خفيفه هتلاقي الفراخ تعبت معاك وصدرها باظ، لان الفرشه الخفيفه مش بتشرب الرطوبه. لكن الفرشه ما دام عاليه هتشرب معاك الرطوبه وتظبط معاك الفرخ باذن الله. دايما زي ما قلنا قبل كده، خليك عينك من العين الخبيره في تربيه الفراخ. لازم لما تدخل على الفراخ بتاعتك تلاقي الفراخ عندك بتجري وبتلعب وبتتنطط، مفيش عندنا فراخ كشه ولا كنه ولا الكلام ده. تبص على الفراخ من ورا تتأكد إن مفيش في الفراخ إسهالات، بطن الفراخ نظيفة، رجلين الفراخ نظيفة. لأن رجل الفرخ لو شايلة وسخ معنى كده إن المكان عندك بيعرق. حتى لو أنت مش موجود في وسط الفراخ بالليل، أنت طول النهار سهل إنك تبص على الفراخ. لكن لو أنت نايم بالليل، ما بتقدرش إن أنت تظبط الدفع، الحتة عرقت منك ولا حاجة وأنت ما تعرفش. هتعرف من حتة إنك لما تقوم تاني يوم تبص على رجل الفراخ، لو لقيت رجل الفرخ من ورا، من تحت، من الكفة من تحت معرقة، ده معناه إن المكان عندك بيكتم بالليل. بص الفرخة يا جماعة ما شاء الله، بطن الفرخة عاملة ازاي، بطن الفرخ نظيفة، مش شايلة وسخ ولا حاجة، فراخ بيضة ونظيفة. ده معناه إن احنا الفرشة بتاعتنا تمام. الفرشة مش بتعرق ولا بتبلل مننا ولا حاجة بالليل. تمام. فأنت دايما عينك على الفرخ. بص الفرخ من ورا تحت الفتحة بتاعة المخرج دي، دايما بص عليها، لأن الفتحة ديت بتاعة المخرج دي بتلاقي لو الفراخ عندها إسهال هتلاقي فيه بقايا من الإسهالات ديت موجودة على جسم الطير من ورا من تحت فتحة المخرج. فدايما بص على فراخك، اتأكد إن الفراخ عندكم تمام مفيش فيها مشكلة. تأكدوا إن الفراخ حيويتها كويسة، الفراخ بتجري وبتلعب وتتنطط، ما عندناش أي مشكلة إن شاء الله. عمر 10 أيام إن شاء الله، وبداية من عمر العشرة لحد يوم 13 في عمر الفراخ، هنشتغل بجرعة الكوكسيديا بالنهار ومضاد السموم ورافع المناعة بالليل إن شاء الله. طول النهار هنحط جرعة الكوكسيديا طول النهار ولمدة 12 ساعة، وأقل حاجة 8 ساعات. يعني لو عايزين نريح الفراخ شوية ما بين جرعة العلاج بتاعة النهار وجرعة العلاج بتاعة الليل، أقل حاجة 8 ساعات. والأفضل زي ما قلنا لمدة 12 ساعة طول النهار جرعة للكوكسيديا بإذن الله. هنروح بقى يا جماعة لأي بيطري ونقول له إحنا عاوزين جرعة للكوكسيديا، جرعة للكوكسيديا. هتروح للبيطري ان شاء الله هيدي لك علاج للكوكسيديا على حسب ما هو ماشي او على حسب التركيبه اللي هو بيعملها. يعني انا مثلا عامل تركيبه زي دي، تمام. تركيبه انا بعملها بنحطها كجرعه كوكسيديا، في علاجات للكوكسيديا سايله وفي بودر. شوف البيطري هيديك ايه
وشوف هو هيقول لك هتشتغل ازاي ان شاء الله. هحط انا بقى علاج الكوكسيديا اللي معايا ده 3 معالق منه على السقايه ال 4 لتر اللي قدامي دي. تمام كده، حطينا 3 معالق صغيرة على ملو السقاية ال 4 لتر، وبقلب كويس جدا، وبعد كده بنزل العلاج بتاعي قدام الفراخ ان شاء الله. وزي ما قلنا قبل كده بالنسبة للكميات البسيطة 50 100 200 ممكن أجيب علاجات مصر عادي بس تكون نتيجتها كويسة إن شاء الله. بالنسبة للكميات الكبيرة 1000 وأنت طالع، كل علاجاتك خليها علاجات مستوردة نظيفة، ما تجيبش حاجة تكون ما تديش معاك مفعول فتضطر إن أنت تقعد تدي في العلاج. الكميات الكبيرة أمراضها زي ما قلنا قبل كده أمراضها بتبقى أكتر بسبب الكمية الكبيرة، طبيعي هتلاقي فيه أمراض أكتر، قابلية المرض أعلى عندها، حساسية الفرخ تجاه المرض أعلى. فإحنا عاوزين ندي علاج كويس وعلاج شديد يجيب معانا على طول، على أساس إن أنا ليا نظام علاج أو برنامج علاجي ماشي عليه. ما ينفعش إن أنا كل شوية بقى أرجع أكرر نفس العلاج تاني لأن أنا كنت مدي علاج مش جايب معايا نتيجة، وكده أبقى بوظت البرنامج العلاجي اللي أنا همشي عليه إن شاء الله. تمام. فالكميات الكبيرة هاتوا علاجات نظيفة، علاجات مستوردة، ما تجيبش أي حاجة وخلاص. هنحط بقى العلاج بتاعنا دلوقتي يا جماعة إن شاء الله. علاج الكوكسيديا اللي احنا قلنا عليه، وزي ما قلنا دايما علاجاتنا دي وقائية. انا بحط العلاجات قبل ما الامراض تيجي. بالنسبة للكميات اللي انا بربيها للتجارة عشان ابيع، لازم تمشي على السيستم اللي احنا بنقول عليه ده. لازم احط العلاجات قبل ما المرض يجي، ما استناش اما المرض يجي اقول اعالج، لان على ما اعالج بيبقى حصل فقد في الوزن، حصل نافق، حصل خسائر، وانا مش محتاج خسائر. انا عاوز ان الفرخ يرمي معايا اعلى اوزان، يبقى ماشي بصحة كويسة، عشان ان شاء الله على عمر 33 يوم 35 يوم لما اجي ابيع اطلع فرخ متوسط 2 2 وربع ولحد 2 ونص كمان زي ما انت عاوز، وفي نفس الوقت يكون ما سحبش معايا علف كتير. ده بسبب ان انت مهتم بنظام العلاج بتاعك ان شاء الله. نزلنا بقى يا جماعة العلاج بتاعنا زي ما انتم شايفين قدام الفراخ، ونزلنا العلف لاننا كنا رافعين العلف شوية. ما شاء الله الفراخ بتاعتنا سحبها كويس جدا في العلف والمية، ما عندناش اي مشكلة في السحب. ده بسبب تظبيط المكان وتظبيط الدفع. علاج الكوكسيديا يا جماعة محدش يأثر فيه. في ناس كتير جدا بتقول لي انا بربي الفراخ من غير علاجات والكلام ده، لكن ده هيعمل معانا مشاكل كبيره جدا بعد كده. الكوكسيديا حتى لو ما نفقتش معانا فراخ في الاول، يعني حتى لو الفراخ بتاعتنا احنا شايفينها كويسه وجه ميعاد الكوكسيديا مثلا بتاعت ال10 ايام واحنا ما حطيناش علاج، والفراخ عدت معانا وما حصلش نافق او الكلام ده، بالتاكيد حاجه تتاكدوا منها في مليون في الميه، ان على عمر 20 يوم لو لا قدر الله جت الكوكسيديا هيحصل نافق مضاعف بشكل كبير عن اللي كان ممكن يحصل لو كنت انت حاطط علاجات الكوكسيديا بتاعت ال10 ايام. الكوكسيديا نوع من انواع البكتيريا بتعيش في جسم الطير، هي كده كده هتيجي، بتيجي من الفرشه، بتيجي من لخبطه الجو، هي كده كده هتيجي. لو انت ما عالجتهاش بشكل وقائي قبل ما تيجي اساسا على اساس تقضي عليها، تمام، هتيجي وهتعيش في جسم الطير، وممكن ما يظهرش اعراضها. بعد شوية لما تيجي ترد على الطير تاني هتلاقيها عملت معاك مشاكل كبيرة جدا، إما إن هي بتعمل نافق عالي في الفراخ، أو إن هي أصلا بتنشف معاك الفرخ من كتر الإسهالات والكشاشان والكلام ده. تلاقي الفرخ ما ياكلش معانا، يبدأ إن هو ينشف ويبدأ يخس معاك كمان للنص. الكوكسيدا مشاكلها كبيرة جدا، لازم نهتم بجرعات العلاج اللي احنا بنقول عليها يا جماعة. زي ما بنقول بالظبط اعملوا إن شاء الله هتلاقوا فرق معاكم كتير جدا جدا. ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله هنتكلم فيه بقى عن العلاج بتاع الليل اللي هو مضاد السموم ورفع المناعه اللي هنحطه تكمله لبرنامج العلاج بتاعنا، هيبقى بالليل ان شاء الله. خلاص، اللي يحتاج مني اي حاجه يبعت لي في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.